اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم احسن المتابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل لكم بيتزا خطيره جدا. تعالوا نشوف دلوقتي هنبدا بايه. دلوقتي معايا حبايتين من الطماطم، ومعايا بصلايه، ومعايا كده معلقه سكر، معلقه ملح، وبعدين نحط معلقتين من الزيت، ماشي، ومعلقه من الخل، وكل ديت المكونات، ومعلقه من الزعتر. ولازم الزعتر طبعا، بيتزا يعني زعتر، ماشي يا جماعه. ونروح حاطينها كده على البوتاجاز، وتعالوا نشوف هنبدا نعمل ايه تاني. دلوقتي حطينا معلقتين من الزيت، حطينا بيضتين، ماشي، يعني نقدر نقول ربع كوبايه زيت، ونحط بيضتين، ونروح جايين حاطين كمان معاهم اللهم صل على النبي معلقه سكر ومعلقه ملح، ماشي. سكر وملح، لازم سكر وملح، بس يعني تحطي معلقه سكر وهتحطي جنبها ايه، نص معلقه ملح كده. خلاص كده حطينا المكونات بتاعتنا اهيت بالشكل الجميل ده في الخلاط. تحطيها، عايز تعمليها بالمضرب حطيها، عايز تحطيها في الكبه ماشي، شغاله معاكي بكل المكونات بتاعتها. حطينا كوبايتين من اللبن، ماشي. لازم تحطي ايه، مش عايزه تحطي بقى، مش عندك لبن، حطي معلقتين لبن بودره، وحطي كمان عليه كوبايتين من الميه. وحطينا دلوقتي كوبايتين ونص من الدقيق. يبقى المكونات بتاعتنا كوبايتين من اللبن، على بيضتين، على معلقه سكر، على معلقه ملح، على ربع كوبايه من الزيت، على كوبايتين ونص من الدقيق، عليهم معلقه من البيكنج باودر. وبلاش خميره عشان احنا في صيف وممكن تنتفخ منك. رحنا ماسكين المكونات دي كلها، ضربناها في الخلاط، ورحنا جايين حاطين دهنين الصينيه زيت او سمنه، ورحنا حاطين كده عجينه البيتزا بتاعتنا اهي بالشكل الجميل دوت. هركنها بالظبط 5 دقايق معايا كده، هنسيبها 5 دقايق، ماشي. بعد ما ركناها 5 دقايق بجيب العجينه بتاعتي اهيت يا جماعه، الصلصه بتاعتي، وبروح ضربها في الخلاط او الكبه، واروح جايباها وشغاله بيها كده، حطاها على وش البيتزا بتاعتي كده اهي. بعد ما اوزعها كده على وش البيتزا، بجيب بقى قطع من الفلفل اهو، الفلفل الرومي العادي بتاعنا، ورحت جايه مقطعاه وحطاه كده على وش على وش البيتزا كده بالشكل الجميل دوت اهو كده. اي بقى قطع عندك، قطع لحمه مفرومه تكون عندك في التلاجة، قطع فراخ عندك. انا كان عندي صراحه قطع فراخ كده في التلاجة مش عايزين ياكلوها، رحت جايه مقطعاها، ورحت جايه حطاها على وش على وش البيتزا كده بالشكل الجميل ده. ورحنا جايين مقطعينها، ورحنا حاطينها كده على وش البيتزا. لو عندك حتى قطع لانشون، جبنه روم، اي جبن عندك تعمليها بالجبن، ممكن تعمليها بالتونه، اي حاجه معاكي هي شغاله، يعني ممكن تعمليها باي حاجه تكون عندك في التلاجة، حطيها على وشها، ماشي. ورحنا جايين دلوقتي حاطين بقى حبه جبن كده بقى اوعي تستخسري كده، حطي كده جبنه كده بقلب كده. رحنا حاطين كمان عليها حبه جبنه كده يا جماعه اهو بالشكل الجميل ده. وما ننساش طبعا الكاتشب بتاعنا القمر، نروح جايبينه ومزينين بيه وش البيتزا بتاعتنا. وهي كان ناقصها بس شرايح الزيتون، بس للاسف ما كانش موجود، فقلنا نحطها بقى في الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط، ونروح جايين مطلعينها بقت بالشكل الخطير ده. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة؟ واحلى بيتزا دي ولا ايه؟ والله احلى بيتزا دي ولا ايه يا جماعة؟ شايفين الجمال؟ كانت طرية جدا، بصوا عاملة ازاي، الله 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 على طريانها وجمالها وحلاوتها وطعمها اللي يجنن، طعمها يجنن خالص يا جماعة. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده يا جماعة، والله جميلة.